معلش ثانية واحدة. يلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، ازيكم يا أحبائي الكرام، مع تحياتي للجميع. رامي كريم النهاردة العبد لله بيمسي عليكم وبيحييكم، وفيديو جديد على قناة رامي كريم. رامي كريم واحد، أو المكتوبة بالإنجليزي ناصف رامي كريم، بعد طولة غياب يعني. بس ده من غير ورق وتحضيرات برضو. بصوا، الحاجات اللي هي من غير ورق وتحضيرات دي أنا أسميها الحلقات الاستثنائية. الحلقات الاستثنائية بمعنى إيه؟ إن هتكون في بعض الحلقات كده وقت ما أبقى فاضي، أو طالع كام دقيقة كده آه أتكلم في موضوع يعني، أو أرد على حاجة كده من غير ما أكون محضر لها. هتبقى في قايمة لوحدها كده، رامي كريم، من بين قوسين الحلقات الاستثنائية. هبقى أظبطها يعني إن شاء الله قدام، بس إيه، الفكرة لسه جاية لي من كام يوم. طب إيه معناها؟ إيه بقى اللي هو ورق وتحضيرات ديت؟ هقول لك زي برامج التلفزيون اللي هو إعداد وتقديم كذا. إعداد بقى يعني أنا دلوقتي بقدم أهو، إنما بقى الكلمة الأولانية إعداد، ده اللي هو بقى إيه، لو هتكلم مثلا عن الطاقة، عن الصحة، عن عن الأغذية، عن يعني موضوع معين يعني. زي ما أنا عملت في كام فيديو سابق من فترة طويلة، اللي هو مثلا إيه، بحضر الموضوع في ورق أو في برنامج كتابة، وأثناء التقديم يعني اللي هو إيه، زي ما أنا قلت، زي المدرس ما بيشرح كده للطلاب من الكتاب، اللي هو أقرأ اللي أنا كتبته وأجود من عندي شوية، أقرأ وأجود، أقرأ وأجود، وهكذا. ده الإعداد، علشان يكون الموضوع كله قدامي، ما يكونش فيه لبس. لو هتكلم في مصادر، قصدي بمصادر، عاملة زي أسألك في سؤال بتاع حلمي. لا، لو هتكلم بمصادر تبقى المصادر موثوق فيها يعني، أو ما غلطش في حاجة. إنما لما أتكلم بقى من غير ورق أو تحضيرات زي ما أنا بعمل كده دلوقتي، ده اللي هو بقى إيه، الحلقات الاستثنائية. زي ما أنا قلت، أحطها في قايمة لوحدها. ماشي. طيب، بحييكم بعد طول الغياب. معلش لو غبت عليكم الفترة دي كلها، بس زي الجملة الشهيرة اللي بنقولها، هو أنت تغيب تغيب وترجع لنا. في الأفلام بيقولوا ترجع لنا بمصيبة. لا يعني بعد الشر يعني. لا يعني، هي قولوا هنا تغيب تغيب وترجع لنا بالسلامة للقناة من تاني. فرجعت، وقبلنا نعود، ويومها نعود، ما بينا وعود، اديك راجع قصاد عيني في كل مكان. المهم، انا مش هطول قوي في الفيديو ده يعني، بس ايه، يبقى فيديو عودة يعني، وحتى لو 50 ثانية بس يبقى عودة. أنا بقول مثلا لو 50 ثانية مثلا، يعني مثلا أنا بسجله دلوقتي دخلنا على 6 دقايق، 6 دقايق يعني. على ما ظبطت الكاميرا وبتاع وابتديت أتكلم كل ده 6 دقايق.
امال لو عطست هيبقى في قد ايه؟ طيب. في الفيديو دوت انا عايز ايه؟ آه أأكد من خلاله. أنا متأكد طول عمري يعني من اللي أنا هقوله دلوقتي، بس لما يكون الكلام في فيديو صوت وصورة يحطم كل اللي أعدائنا بيقولوه في فيديوهاتهم صوت وصورة. إيه بقى اللي بأكد عليه؟ على دور الدولة المصرية في النهوض بالبلد وبالبلاد المجاورة كغزة وفلسطين. من أول ما ابتدت موضوع أكتوبر دي 7 أكتوبر، وإحنا بنتهم، يعني الناس بتتهمنا، يعني الأعداء بيتهمونا، يعني بنتهم بإن إحنا اللي محاصرينهم وإحنا اللي بنعمل وإحنا اللي بنسوي. طب هما اللي بيتكلموا عملوا إيه غير المزايدات؟ يعني التنظير والمزايدات دي حاجة يعني، معلش سامحوني في الكلمة، لا مؤاخذة في الكلمة، يعني قلة أدب. ليه بقى؟ لأن اللي بيزايدوا علينا دول يعني بيبقوا بره مصر، ما عملوش حاجة أساسا، لا للقضية ولا لبلادهم اللي هم فيها. أنا مش هقول أسامي، بس أنا بقول يعني إيه، كل واحد فاهم بقى أنا أقصد مين. يعني نرسل مساعدات، يقول لك إن مصر بتسرق المساعدات دي ومش عارف إيه، وإن مساعدات، وإن الشحنات آه، اللي بنرسلها بتبقى فاضية ومش عارف إيه وكده من بره، اللي هي مساعدات، إنما في الحقيقة ده ما فيش أي حاجة من ديت، والكلام ده غلط. طب نيجي نبص على اللي بيتكلموا علينا دول، طب هم عملوا إيه؟ بعتوا مساعدات ولا لأ؟ تلاقي بقهم ده اتقفل، أو يهربوا من الكلام ويتكلموا لك في حاجة تانية. بص بقى بلدك ومش عارف ايه، والاسعار الغاليه اللي فيها، واللي كذا واللي كذا، اللي هو ناسي ان مش هقول ازمه الاسعار بس، كل ازمه ماشي في حياه الانسان، ما إيه، الازمات ما بتفرقش بين عربي واجنبي، للعلم يعني. يعني الازمات مش هتيجي عند واحد اجنبي تقول لك لا ده اجنبي نسيبه في حاله، نركز مع العربي، او نركز مع المسلم ونسيب المسيحي ونسيب اليهودي ونسيب الملحد. لا، الازمات يعني، يعني شامله، يعني الازمات على الكل، على الكل في كل البلاد. ده اول حاجه. تاني حاجه، آه، المؤتمر شرم الشيخ اللي كان من كام يوم. مؤتمر شرم الشيخ اللي كان من كام يوم جاب من الاخر، يعني اللي انا سمعته من كلام المؤتمر بقياده الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، وده مش تطبيل ولا اي هبل من اللي بنسمعه من القنوات بره، رئيس بلدي
وفخور بيه. إيه المشكلة؟ هو أنا موزمبيقي يعني؟ ما أنا مصري. آه، أنا مش فاكر الكلام بالظبط كان إيه، بس فيما معناه يعني إن إن ترامب الترومبا، أنا سميته ترامب الترومبا. يعني يعني بص، والله أنا مش عارف أقول إيه يعني والله. اختصارا يعني، تمام. بقى ذليل كده قدامنا وبيسمع كلامنا. حلو الراب ده. ذليل قدامنا يسمع كلامنا. وتوقف ضرب النار في غزة والحرب في غزة. أنا من وجهة نظري واللي أنا شفته وسمعته، إن إحنا حاربنا من غير ما نضرب طلقة. إزاي يا عم رامي؟ هي الحرب بالكلام؟ هقول لك قبل يعني بدل ما اقول لك اسال نفسك اللي قاعد تتكلم من بره مثلا وبتشتم فينا وبتقول له روحوا حاربوا وخلوا الجيش المصري يحارب، طب طالما ما حاربش يبقى ده جيش خاين ومش عارف ايه. هقول لك الكلمه بتفرق. الكلمه بتفرق اقوى من السلاح. آه ويعني المؤتمر ده حديث للعالم كله. فلما رئيس مصر يجتمع مع آه، رئيس أمريكا، يعني رئيس أمريكا ده هو اللي كان بيعاون إسرائيل طول الوقت. ف يعني حتى يعني حتى ترامب وحتى مش عارف كم رئيس كمان كده، مش فاكر أساميهم أو جنسياتهم، قالوا إن إحنا بنحترم القيادة المصرية والدولة المصرية. يعني شوفوا، يعني خليناهم يحترمونا غصب عنهم. يعني لما انت تكون محترم الناس هتحترمك غصب عنك، حتى لو الناس دي فيهم عبر الدنيا كلها. فتحيا مصر دائما وابدا. يحيا الشعب المصري الطيب الكريم الجميل، ويوفقه، ولا للمساس به من ناس بره مصر بقنواتهم يقعدوا يشتموا في الشعب المصري. يحيا الجيش المصري. يحيا القائد بقى بتاع كل اللي انا قلتهم دول، آه، رئيس عبد الفتاح السيسي. او زي ما انا بقول عامة، تحيا مصر بقياداتها كلها، من كبيرهم لصغيرهم، او بجميع فصائلها بداية من الرئيس الى ما لا نهاية. طيب، تاني نقطة عايز اتكلم فيها بقى. ما احنا بقى مش هنسيب مشاكل الدنيا كلها، او يعني انا قصدي اقول
اه آه، فيها ايه لما فنانين يبقوا في مجلس الشيوخ او الشعب او النواب على حسب ما هم عايزين؟ يعني ياسر جلال مثلا كله ماسك في انه عمل اختيار ثلاثة وجسد فيه الرئيس السيسي لما كان وزير الدفاع آنذاك. ده على أساس يعني إن اللي عملوا قيامة أرطغرل فنانينهم ما بقوش مثلا في أحزاب أو في جهات سيادية مثلا بره مصر، سواء في تركيا أو في أي بلد أخرى. بقول مثلا يعني ما إحنا ما حدش أحسن من حد. فكل مصري من حقه يرشح نفسه في اللي هو عايزه، مجلس شيوخ، مجلس نواب، الشعب، شورى. دي تاني نقطة. تالت نقطة، موضوع تركي الشيخ. أنا مش يعني مش متذكر التفاصيل قوي اللي الدنيا قلب عليه. ف تبقوا تكتبوا لي في التعليقات يعني ايه الموضوع، وبتكلم فيه في فيديو قادم بتاع تركي الشيخ. ماشي. طيب، نقطة النقطة الجاية آه كانت ايه وصلنا على النبي عليه الصلاة والسلام. والله مش فاكر، كانت على لساني. كانت آه، والله مش فاكر. بصوا لو افتكرت حاجة بقولها في فيديو جديد. يعني ده مش الفيديو الوحيد اللي هعمله يعني، أكيد هعمل فيديوهات كتير بعد كده، سواء حلقات استثنائية زي ما أنا شرحت دلوقتي، أو الورق والتحضيرات الإعدادي يعني. طيب، أنا بكده أكون خلصت و... وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة للفيديو. وكان معكم رامي كريم، مع تحياتي للجميع. السلام عليكم. تارت. بس بحب حكيم وأغانيه، بالذات السلام عليكم، مش بالذات، كل أغاني حكيم. يعني عندي ذكريات جميلة. يلا تصبحوا على خير.